فعلا يعني هو عقدنا نحن 3 اجتماعات مديري المدارس الابتدائية لجهة مكثر والروحية وكسرى، تعقد في مكثر. في اجتماع آخر عقدناه في الكريب، واجتماع آخر في يعني كانوا مبرمجا لمديري المدارس الابتدائية متاع جهة سليانة وبرغو. وهذا الاجتماع لم ينعقد. كنا متواعدين الساعة 9، وقع تأخير إلى حدود الساعة 49 دقيقة، وكان برمج للساعة 9. أنا وصلت ارتباطا بظروف وقت اللي جيت الإدارة لهنايا ما أمكنليش أني باش نخرج إلا في حدود معناها 9:05. وصلت للكريفوك 9:30، لقيتهم قال لك احنا أخر علينا، وطبعا لذلك المديرين يعني اعتبروه معناها تجاهل من الإدارة. ما يعني هذا من حقهم وحقهم، ولكن يعني كل متأخر ربما نقولوا معناها يعني إن شاء الله يكون خير. ولكن أرى أنه هذا التأخير هو اللي كان ربما في أوله البعض على أنه تجاهل، ولكن الحقيقة هي عكس ذلك، لأنه من زملائنا. كان تأخير عادي؟ لا، ليس عادي، مش عادي باش نقولوا عادي لا، ولكن كان اضطراريا، لأني أنا ما أمكنليش أني باش نخرج من هنا من الإدارة في الوقت اللي يلزمني باش نكون فيه. تبدو أوضاع بعض المدارس خاصة في الأرياف وأوضاع المديرين معناها صعبة بالتأكيد، في ظل غياب معناها مصاريف الحبر والتباشير وطباعة الأوراق. بالتأكيد يعني أن اليوم إذا أردنا أن نصلح المنظومة التربوية فيجب أن نبدأ من المدرسة الابتدائية، لأن مدير المدرسة الابتدائية بصفة عامة وخاصة في المدارس الريفية والمدارس هذه المناطق التي بقيت يعني تنقص من حيث التجهيزات، يعني كل إصلاح يجب أن ينطلق من المدرسة الابتدائية، لأن المدرسة الابتدائية تعاني مشاكل كبرى ومشاكل عويصة، ومن غير المعقول أن يتواصل العمل بالظروف التي تعمل بها المدرسة الابتدائية حاليا. إن أردنا أن نصلح منظومتنا أن نبني مجتمعا جديدا فيجب أن نراجع مراجعة جذرية أشكال عمل المدرسة الابتدائية من كل النواحي، من حيث تسييرها، من حيث الإنفاق عليها، من حيث الزمن المدرسي بها، يعني من كل الجوانب. والمدرسة اليوم الابتدائية تعاني مشاكل كبيرة ومشاكل عويصة، والأمر يتطلب فعلا تدخلا عاجلا وإصلاحا منها جوهريا وعميقا حتى نبني المجتمع الذي نرمو بناءه.